بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونيفرسال 5 شعلة، تغيير أرضية تحت النار أو الأرضية المجلفنة أو القعر أي مسمى. في ناس كتيرة كانت بتسألني تغيير الأرضية ازاي، فإن شاء الله أوريك تغيرها ازاي، هي أسهل ما يمكن، وخليك معايا لآخر الفيديو. أدي بوتاجاز 5 شعلة يونيفرسال، سواء 90 أو 80، هما فكرة واحدة، ممكن بس تختلف في ماسورة عدلة وماسورة حرف ال. فانا بس هنشوفه دلوقتي الارضيه الاول عامله ازاي. ارضيه متاكله اهي، طبعا هو بقاله 7 8 سنين او 10 سنين، فالغاز الطبيعي حلو كل حاجه، بس حامي بياكل قطع غيار البوتاجاز بسرعه. ادي القعر اهوت متاكل خالص، الارضيه متاكله، وماسوره الفرن طبعا بايظه، هتتغير برضو، متاكله خالص. ده بيركب ب3 مسامير من ورا، ادي واحد في النص، واحد على الحرف، ومن قدام برضو 3، ادي واحد قدام، واحد على اليمين وواحد في النص وواحد على الشمال، يعني 3 قدام و3 ورا. هما اللي ماسكينها 6 مسامير، 6 مسامير. طبعا بتحلهم بتطلع معاك. انا برضه هوريهم لك وهم تحت الباب كده عشان يبقوا واضحين اكتر. دولت من جوه، السن ده من جوه، طبعا لو دقتين كده هتلاقي المسمار طالع معاك لانه دايب متاكل، هو كمان كده كده هيتغير، عشان انت تيجي تحله بمفك مش هيحل معاك، لكن لو ضربته دقتين، واحدة شمال واحدة يمين، يطلع معاك على طول. ادي هما تحت الباب اهوت، الباب البوتاجاز مش الباب اللي تحت. ادي واحد اهو باين كده اهو، ادي التاني وادي التالت. يعني ممكن انك انت تشيل الباب وممكن ما تشيلوش، براحتك. بس انا عشان راجل صنايعي بشيل الباب، بوسع لنفسي. ده فيه سوست بعلاقة وفيه من غير علاقة، ده من غير علاقة. طب من غير علاقة هيبقى صعب عليك انك تحله، صعب عليك انك تركبه. انا عامل فيديو لتركيب السوست بعلاقة وبدون علاقة. ده بدون علاقة، العلاقة ديت بتسهل عليك التركيب والخلع، فده من غير علاقة. فده انت بتفتح الباب على الاخر وبمفك كده على الشنكل الصغير اللي تحت، بترفع لفوق. طبعا السوست جامدة عافية، السوست جامدة. فانا بعمل ايه، انا بسند سندة كده خفيفة برجلي كده، بحط مثلا رجلي كده على الحرف كده اهو، مش بدوس عليه، سندة بس عشان ما يطلعش معايا البوتاجاز، وبالمفك من تحت كده بيطلع معايا كده، اتخلع. الناحية التانية نفس الحكاية. فانت لو هتعرف تخلعه، هتعرف تركبه، ماشي. لو مش هتعرف خلاص، مش هيضرك في حاجة، لكن انا بوسع لنفسي، انا بوسع لنفسي اهو. انا بالنسبة لي اسهل ما يمكن اخلعه واركبه عادي. كده الباب ايه، كده الباب اتخلع كده برضه، عشان يبقى الفيديو واضح حل وتركيب ازاي اهو. كده ال3 مسامير قدامي كده باينين، وفي الكفر اللي ورا دوت مربوط ب4 مسامير يمين، 4 شمال، او 5 او 3، حسب المسامير اللي عندك يعني. انا عامة انا ما بحل، لان المسامير دي كلها ماسكة في الجناب، لما بتتحل الجنب برضو بيسيب. فانا بعمل ايه، بحل ال4 مسامير وبخلي مسمار، بشيل الكفر ده وبربط مسمار على الجنب على طول، عشان الجنب يبقى ثابت ما يطلعش مني. وبعد كده اما اركب الكفر هركب على ايه، على المسمار اللي انا ركبته، يبقى في مسمار من تحت لوحده، واحد على اليمين وواحد على الشمال. وبعد كده بركب الكفر بايه، بالتلاتة اليمين والتلاتة الشمال. طبعا في الكابل ده برضو في مسمار صغير سن صاج، هتحله هتلاقي الكفر طالع معاك خالص اهو. واحد اتنين وادي 3 اهو، دول ال3 اللي من ورا. في بقى مركز الفونيا، الماسورة الألمونيا ديت فيها مركز الفونيا بتاع الفرن، بيبقى متثبتة بمسمارين. المسمار دوت سنه داخل جوه كتير، فانت ما تدخل الارضية ديت هيلخمك، فانت حلهم احسن، مسمارين برضو هتحلهم احسن. يبقى عندك 6 مسامير مجلفينين بتوع الارضية مجلفينة، وعندك مسمارين بتوع مركز الفونيا بتاع الفرن. انا بقول لكم برضو هوريكم برضو ايه اللي هم حلهم تاني. دي هي اتعادت معايا تاني دي، معلش.
بس انا حليتهم. ادي المسامير، وبركب بقى الارضية تاني من جوه. ادي المسامير اهيت بتاعت الكفر. يعني بركب المسمار، بثبت الجنب، بعد كده بركب الكفر. ادي الارضية ركبت اهيت. ادي 3 مسامير من قدام، ادي جاية التانية ديت من فوق. مصلحة ليه بقى؟ لان انا عشان اخرم بالشنور على طول قدام، عشان ما الفش من ورا حد يمسك لي ويسندني، لا، هي جاية كده من قدام، دي كده مصلحة. وادي ال3 مسامير اللي قدام، ادي كده ال6 مسامير بتاعة الارضية المجلفنة اللي هي تحت النار كده، ايه، اتمسكت ب6 مسامير. فاضل لنا بقى ايه، المسمارين بتوع الفونيا اللي ورا والكفر. ادي 1، ادي 2، ادي 3. دول 3 اللي قدام و3 ايه ورا. 6 مسامير اللي بيمسكوا الارضية. ال4 شغلة بيبقى 3 مسامير بس، 1 قدام و2 ورا. وادي المركز اهوت اللي انا بقولكوا عليه. بركب المسامير تاني لان المسمار طويل، كان هيعاكسني وانا بنزل الارضية، كانتش هتنزل. فهم مسامير سنساق برضو هتلاقيهم طوال شوية، فانت بتحلهم بس تخلي بالك عشان لو جامدين وانت تعفيت عليه، عشان ما تقطمش بس مركز الفونيا ده، لان ده ألمونيا. ده ألمونيا. ادي ربطت انا بربط المسمارين، وبعد كده بركب ايه الكفر. وكده انا ركبت برضو الكفر من ورا، وادي الارضية ركبت اهيت. فانا بعمل المسمار اللي على الشمال دوت بحط له زي جلبة صغيرة من تحت كده 2 سنتي، عشان بعلي الارضية، بس بعلي الماسورة عن الارضية عشان تحميها شوية، تبقى النار بعيدة عن الارضية شوية عشان تديها عمر اطول. وادي ركبت اهيت، والنار بسم الله ما شاء الله كويسة اهي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنى اي سؤال انا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.